كتير من البنات بيتمنوا لو انه فيهم يطلعوا من البيت بوش مشرق من دون اللجوء لروتين يومي او من دون وضع اي نقطة من المكياج، الا انهم بيخافوا بمجرد تصور كيف رح يبدو شكلهم بدون استخدام مكياج ومن امكانية تعرضهم للانتقاد. اذا كنتي واحدة منهم فابدأي بمشاهدة هذا الفيديو للأخير لأنه رح يساعدك على الظهور بمظهر رائع من دون استخدام أي نقطة من المكياج. رح نقسم هذا الفيديو لثلاث أقسام. القسم الأول وهو احصلي على بشرة صافية. القسم الثاني هو اعتناء بنظافتك الشخصية. والقسم الثالث هو الاهتمام بالمظهر العام. وأول شي رح نبدأ وهي بالحصول على بشرة صافية. أول خطوة هي اغسلي وشك مرتين يوميا. العناية بالبشرة هي العامل الرئيسي لمظهر مشرق بدون مكياج. بدلا من إنفاق الوقت والمال المخصص للتسوق بمستحضرات التجميل، فيك تختاري غسول وش منيح ومناسب لنوع بشرتك وتستخدمي مرتين يوميا، مرة صباحا ومرة ليلا. استخدمي كريمات ترطيب يوميا. كل ما تغسلي وشك لازم تحطي كريم ترطيب للوش. اختاري نوع منيح وبفضل انه يكون بعامل وقاية شمسية. اختاري نوع مغذي للاستخدام ليلا. الخطوة الثالثة هي استخدمي مقشر اسبوعيا. التقشير بيساعد على ازالة الخلايا الميتة من على سطح البشرة، وهذا رح يجعل وجهك اكثر نضارة واشراق لاكتساب مظهر تألق صحي لبشرتك من دون اللجوء لاي مكياج. استخدمي واقي شمسي باستمرار. لازم انه تستعملي كريم واقي شمسي على الدوام، حتى اذا كان الجو غائم، فالاشعة الفوق البنفسجية حتضر ببشرتك حتى لو الجو غائم. الكثير من التعرض للشمس رح يسبب تدهور البشرة ومشكلات اخرى. واخيرا الاعتناء ببشرتك رح يبدأ من الداخل. تأكدي من انه بتحصلي على كفايتك من النوم 8 ساعات على الاقل باليوم، وتناولي 5 ل 8 اكواب من الماء او 1.5 لتر يوميا. هذا رح يساعد البشرة على تجديد نفسها وبيعطيكي مظهر نضر وبيخلصك من الهالات السوداء ومن السموم. وهلأ بنجي للجزء الثاني وهي اعتناء بنظافتك الشخصية. اولا تخلصي من الشعر الزائد بحواجبك. بالحواجب المنطقة اللي رح تظهر لك الجمال العيون ورح تجذب الأنظار إليها وتعطي إضافة قوية لملامحك من دون الحاجة حتى لمكياج. ثانيا اغسلي شعرك بالشامبو مرة كل يومين. من المهم غسل الشعر باستمرار لتجنب تراكم الدهون بالشعر والبشرة، ومو من الضروري غسل الشعر كل يوم إلا إذا كنتي من أصحاب البشرة الدهنية، فهذا المعدل فيك تضمني إنه شعرك يظهر بمظهر لائق. ثالثا هي حافظي على مظهر شفتيك. فالشفاه الناعمة والممتلئة بتبدو بالتأكيد أكثر جاذبية من هديك المتشققة والجافة. لهيك تأكدي من العناية بشفتك باستخدام المستحضرات اللي رح تساعد على الترطيب والتقشير. وأهم خطوة هي اعتني بنظافة أسنانك. ابتسامتك إلى مفعول سحري على مظهرك بشكل عام، فأعطي أسنانك الاهتمام اللي بتستحقه. اغسلي أسنانك بالفرشاة مرتين على الأقل يوميا لدقيقتين على الأقل. والجزء الثالث من الفيديو هو اهتمي بمظهرك العام. أولا الابتسامة بتظهر بإشراق وجهك وجمالك وبتترك الانطباع بالثقة والجاذبية. داومي على الابتسام وهذا رح يجعلك تبدي بأفضل حالاتك سواء كنتي بمكياج أو لا. اهتمي بملابسك. الظهور بمظهر جيد من دون مكياج بيعتمد على ثقتك ببقية مظهرك. كل فتاة إلى ظاهرة مميزة من الملابس بجعلها تشعر بأنها تمتلك الدنيا كلها. بدلا من تضييع الوقت بالمكياج استثمري لاختيار أنسب الملابس يلي بتناسبك ويلي بترتاحي لها. اعتني بشعرك. احرصي على انه يبدو شعرك نظيف وانيق بكل الاوقات. جربي قصات شعر جديدة ومختلفة، وجربي الشعر المجعد او المربوط. واهم شي واخر شي وهي ثقة بنفسك. الجمال الحقيقي بيبدأ من الداخل. افردي ظهرك واجعلي كتفيك لورا وابقي دقنك عالية. انظري للناس بعيونهم وابتسمي وآمني بنفسك، وتذكري إنه المكياج هو مجرد أداة لإبراز جمال ملامحك الطبيعية يلي ولدتي فيها.